حسان هو من أكبر الشعراء على الإطلاق بلا شك، وجزاه الله خير وأثاب على ما قدم ونافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الدعوة. كان صلى الله عليه وسلم يقرب له المنبر وقال اهجهم روح القدس يؤيدك. وقال له صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لشعرك عليهم أشد من نضح النبل. شوف النبل لما أنك استعرضت في وجه الكلام، شعر حسان أشد. وكان إذا هجى واحد من المشركين يقسم المشرك أنه يود أنه قتل ولا هجى حسان، ويقسم بعضهم أن الهزيمة يوم بدر أهون عنده من نشيد حسان. وأتى به صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام قال كيف أنت، يعني معنى الكلام أنت بتجملنا إذا قدمناك في المنبر بتجيب كلام قوي يزلزل، لأن المسلمين بحاجة لإعلام، بحاجة للشعر، بحاجة لأدب، بحاجة لأقلام، بحاجة لخطباء. قال كيف أنت؟ شوف رد حسان، فأخرج لسانه رضي الله عنه فضرب أرنبة أنفه، لسانه طويل، يقول ضرب أرنبة أنفه كذا. قال يا رسول الله معي لسان لو وضعته على حجر لفلقه ولو وضعته على شعر لحلقه. فأتى وفد بني تميم من نجد يسلمون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجهزوا، هم مجهزين من أول، عندهم خطيب الزبرقان بن بدر أو الشاعر عمرو بن لهتم، والزبرقان بن بدر الشاعر، فجهزوا قصيدة من أول من قبل شهر شهرين. وحسان فجأة ما درى بالخبر، فأتوا قالوا يا رسول الله نريد نسلم، لكن قبل ما نسلم نريد ننافرك على عادة العرب، نفاخرك قبل ما نبدأ معك في الإسلام. أعطنا شاعر من شعرائك وخطيب من خطيبك في المسجد، فإن غلب شاعرك شاعرنا وخطيبك خطيبنا أسلمنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لابد يعني يفتح الحوار واسمع من الناس وخذ، ومن رسول الله عليه وسلم مؤيد بالله. فجمع الصحابة واجتمع بنو تميم فقال أين حسان؟ حسان لشاعرهم. وين ثابت بن قيس بن شماس خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لخطيبهم؟ فاحضرهم. يعني قال بس لكل حالة اللبوسة، لو كان المسألة مسألة مبارزة أين علي، مسألة قتال أين خالد، مسألة فرائض أين زيد بن ثابت، مسألة قرآن أبي بن كعب. تخصصات، أنت ما تستطيع تجمع تخصص، أنت مهندس وهذا طبيب وهذا عسكري وهذا داعية وهذا خطيب وهذا مفتي، والكل يدخل الجنة إن شاء الله بمواهبه إذا نصر الدين. فحضر حسان، فجاء شاعرهم ب80 بيت، ما يدري حسان أصلا بالقافية ولا درى أنه يفاجئه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أيده بروح القدس. يقول الحسان، يقول يا رب ينزل روح القدس يأيد حسان، يعني جبريل كذا يأخذ بحسان ويضمه إليه عسى يتقوى عليه. ود الرسول صلى الله عليه وسلم يبترك هذا علشان الدين ينتصر. فقال ذاك الزبرقان بدر نحن الكرام، قصيدة طويلة لكن دمه حسان، نحن الكرام فلا حي يعادلنا، فينا الكرام وفينا تنصب البيع، فينا تنصب. يقول حنا يا بني تميم وخر عنا ما مثلنا أحد. فقال أين أنت يا حسان بعد ما انتهى؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال صعد، فصعد المنبر قال اللهم ريده بروح القدس. قال إن الذوائب على القافية وعلى البحر و80 بيت ولا تلعثم ولا كتبها في البيت ولا حضرها ولا قلم ولا ورقة. قال نحن الكرام قال إن الذوائب من فهر وإخوته قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته، تقوى الإله بالأمر الذي شرعوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم. إلى أن يقول كأنهم في الوغى والموت مكتنف أسد ببيشة في أنيابها في أصداقها فدعوا، أو في أصداقها فدعوا. فدعا له صلى الله عليه وسلم فغلب شاعرهم، فقام خطيب عمرو بن لهتم فألقى خطبة تزلزل المسجد. قال صلى الله عليه وسلم أين أنت يا ثابت بن قيس بن شماس الشهيد الذي قتل في اليمامة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال صعد المنبر، فصعد فدعا له صلى الله عليه وسلم فانهل عليه من الكلام مثل الصواعق، فبدأ ينزل من الكلمات حتى قام شعر الناس في المسجد. قالوا غلب شاعرك شاعرنا وخطيبك خطيبنا ونشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا حسان بيض الله وجهه، وهو رجل عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وأفخر بيت قالته العرب، يقول هو في بدر وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. يقول وخروا عنا قاتلكم الله يا حشرات يا أنذال، ترى قيادتنا العليا جت من جبريل من عند العرش ومحمد في الأرض، من قيادتكم أنتم؟ الشيطان يقودكم. فيقول نعم وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. الحديث لا ينتهي عن محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه يتصل ما دام في الأرض إسلام ومسلمون، وما دام أن نصلي بصلاته وندعو ونسبح ونقرأ. فأسأل الله عز وجل يبلغنا ما تمنينا من حبه، وأن يجمعنا برسوله في جنات النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.